السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إلا الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، أيها الصائمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. ألا فاتقوا الله، اتقوا الله حق تقوى، وتزودوا فإن خير الزاد تقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، من حكم الصيام غرس القيم والفضائل والأخلاق الحسنة في نفوس الصائمين. ومع أن حسن الخلق مطلوب من المؤمن والمؤمنة في كل وقت، أن تكون أخلاقه حسنة، إلا أنه في شهر رمضان نتربى ويربينا الرمضان بالأخلاق الحسنة الفاضلة الطيبة. الرمضان مدرسة يتربى فيها المسلمون، يتدرب المؤمن بالأخلاق الحسنة الفاضلة، فهي كما عبر عنها بعض العلماء مدرسة. الرمضان هو مدرسة تتربى فيها الأمة الإسلامية، نتعلم منها الصبر وتقوية أو قوة الإرادة، ونتعلم كذلك الصدق، فهو شهر الصدق وشهر البر وشهر الصبر وشهر الكرم والجود، وهو شهر الصلة، صلة الأرحام، وهو شهر الرحمة للضعفاء والمساكين، وهو الشهر الصفح والمسامحة، يعفو بعضنا بعضا، والعافين عن الناس، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هو شهر الصفح، وهو شهر الحلم الذي يتعدى عليك لا تجيبه، وهو شهر المراقبة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل لعلكم تتقون. تراقب الله تبارك وتعالى وتؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يراقبك كذلك. وهو شهر التقوى كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آية الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، في سبيل تهذيب وتحسين الأخلاق وترسيخها وتعميقها في قلب المؤمن وفي نفوس المؤمنين، خاصة الصائمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد، إذا سابه وشتمه أحد، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، رواه إمام مسلم. فليقل إني امرؤ صائم. هذا حديث صحيح أخرجه إمام بخاري في صحيحه، ليس مسلم، أخرجه إمام بخاري. هذه مدرسة. رمضان مدرسة يعلمك الصبر، يعطيك القدرة لكي تتحكم النفس في وقت الغضب. فإن صابه أحد أو شاتمه لا تجبه، أنت صائم.
رمضان يعلمك الصبر ويعلمك الحلم ويعلمك الصفح والمسامحة. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر. الرفث والسخط هو كلام اللغو الذي لا فائدة فيه. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والمعنى أيها الإخوة، إذا حاول إنسان ما أن يستفزك ويجرب صبرك في شهر رمضان، فأنت حاول أن تلزم نفسك بأن لا تجيبه لكي لا يروث أجرك في شهر رمضان. لأن رمضان كما قال صلى الله عليه وسلم جنة، أي يحجزك عن الأخلاق السيئة، فهو جنة أي وقاية عن الفحش والأخلاق الرديئة. إن من أهم دروس هذا الشهر الكريم أنه مدرسة تربوية تربي المسلم على المبادئ والأخلاق العظمى والمسالك المثلى. فشهر الصوم يربي المسلم على ضبط النفس وعلى التحكم في جموحها لتنأى عن كل خلق رديء ومسلك مشين. فالمسلم أيها الإخوة في شهر رمضان في كل أحواله على صفة عالية، صفة عالية، صفة تتحلى بالرفق واللين والسماحة والعفو، بعيدا عن العنف بأشكاله القول والفعل، مجانبا الفحش بمختلف صوره مهما كانت الدوافع ومهما تعددت أساليب الاستفزاز للصائم، فهو دائما يسفح، يعامل مع الناس باللين والخلق الطيبة. ففي الصوم ترفع عن السفه والمماراة، الجدل الذي لا فائدة فيه، والفحش وسوء الكلام. قال صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. والله سبحانه وتعالى قد بين لنا أن من مقاصد الصيام أن نستزيد التقوى لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. ومن أبرز عناصر التقوى أيها الإخوة، من أهم وأبرز عناصر التقوى ومضامينها ومعانيها العيش مع الناس بكل فعل جميل وقول حسن ومظهر طيب. فإن مما يخالف مظاهر التقوى التضاول على الخلق، التضاول على الخلق، التضاول على خلق الله بالغيبة والنميمة والفحش، هذا ضد التقوى. والفحش وكلام السوء وغيرها من الأمور أو التصرفات غير لائقة للصائم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قيل: يا رسول الله، إن فلان، امرأة من الناس، إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار. هذه امرأة عابدة، النهار كله تصوم والليل كله تقوم للقيام، لكن عندها مشكلة. اسمع ما هي مشكلتها: وفي لسانها شر تؤذي جيرانها، في لسانها شر تؤذي جيرانها. قال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار، هي في النار لا خير فيها،
هي لم تتق الله تبارك وتعالى، لأن من معاني التقوى أن يسلم الناس من لسانك ويدك. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. هذه المرأة تصوم وتصلي لكن تؤذي جيرانها، لا خير فيها. تصوم وتؤذي الناس، تغتاب الناس، لا خير فيه، لأن هذا لم تتق الله تبارك وتعالى حق التقوى. التقوى ليست الصلاة والصوم فقط والحج وغيرها. التقوى من معانيها أن لا تؤذي الناس، وأن تكون حسن السيرة والخلق أيها الإخوة. فعلينا أيها الإخوة والأخوات أن نتعلم من مدرسة الصوم حسن الأخلاق وجميل الطباع ومحاسن العادات والسلوك. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة. ما هو الشيء الذي بسببه الناس يدخلون الجنة، أو الشيء الذي يسبب للناس، أو أهم الشيء الذي يكون سببا لدخول الجنة؟ ما هو هذا الشيء يا رسول الله؟ اسمع، قال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. هذا الذي يدخل الناس الجنة. تقوى الله، تراقب الله سبحانه وتعالى، تأتمر بأوامره وتجتنب عن نواهيه، ولا تؤذي خلق الله، وتحسن إلى خلق الله، وتكتم قيدك، وتصبر وتحلم، تكون حليما. هذا حديث حسن. ومن الأخلاق الحميدة في شهر رمضان أيها الإخوة، من الأخلاق الحميدة الطيبة التي كان صلى الله عليه وسلم موصوفا بها في شهر رمضان الجود والإحسان والصدقة إلى المساكين والضعفاء، وفي جميع أنواع البر في شهر رمضان. فهو هذا الشهر يسمى من أسماء شهر الجود والكرم. شهر رمضان من أسمائه شهر القرآن، شهر الخير، شهر البركة، شهر الجود والكرم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري ومسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. أجود بمعنى أكرم الناس، كان سخي صلى الله عليه وسلم. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيعرض عليه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح هذه سريعة، الريح سريعة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه خير في شهر رمضان بسرعة يعطي الناس كالريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. فكن أيها المسلم جوادا بالخيرات والطاعات مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كن جوادا بالخير بجميع أنواعه، والطاعات التي تقربك إلى رب العالمين. كن جوادا كريما محسنا، ليس في فعلك فقط، في قولك كذلك كن محسنا. تأمر الناس بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنصح للمسلمين وتكون عندك كلمة طيبة. هذه من الإحسان كذلك. الإحسان ليس بالمال فقط، الإحسان له أنواع كثيرة أيها الإخوة، ينقسم قسمين: الإحسان في العبادة، وهو أن تعبد الله سبحانه وتعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإحسان في المعاملة، إحسان في المعاملة. ينقسم هذين القسمين الكبيرة: الإحسان في الشراء، الإحسان في البيع، الإحسان في الجار، الإحسان للأولاد، الإحسان إلى الضعفاء، الإحسان بالقول وباليد وبالفعل، وكذلك بالكلمة الطيبة أيها الإخوة.
كن محسنا بأنواع الإحسان القول والفعل. واعلموا رحمكم الله أن من علامات قبول الطاعات كما قال عنها العلماء، من علامات قبول الطاعات أن نجد أثرها في نفوسنا. يعني من العلامات التي تدل أن الله سبحانه وتعالى قبل منا العمل الصالح من الصلاة والصوم وغيرها أن يتغير طبعنا وخلقنا وعملنا، وأن نكون على الجادة الطيبة الصحيحة المستقيمة. ولذلك أيها الإخوة، من لم تنهى صلاته عن الفحش فصلاته فيها علامة سؤال. من لم تنهى صلاته عن الفحشاء، لأن الله تبارك وتعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن لم تنهى هو يصلي ويعمل الفحش، هذا في صلاته فيها علامة سؤال. كذلك من لم ينهى حجه وصومه عن اللغو والرفث والفسوق فما انتفع بحج ولا بصيام. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم. إذا صمت ليس الصيام الإمساك عن الأكل والشرب والجماع فقط. قال هذا الصحابي العظيم جابر بن عبد الله: إذا صمت فليصم سمعك عن الحرام وبصرك عن الحرام ولسانك عن الحرام ولسانك عن الكذب والمحارم ودع أذى الجار. هذا كلام جابر. قال إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع أذى الجار وليكن عليك وقار وسكينة في يوم صومك ولا تعجل ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. لا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. أنت صائم، أنت في خلق يحجزك عن الاستفزازات وعن الجواب السيئة، لأن يوم صومك ويوم فطرك ليس سواء. أيها المسلمون، الخلاصة فليحرص كل مؤمن ومؤمنة في هذا الشهر المبارك أن نقوم ونصحح سلوكنا، وأن نغير أفعالنا وأقوالنا إلى الحسن، وإذا كانت حسنا إلى الأحسن كذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عملنا في رضاه، وأن يجعلنا في هذا الشهر من عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. My dear brothers and sisters in Islam, one of the most important ethics which Islam encourages to the believers is good manners, good akhlaq, good adab. And Ramadan is the month when good manners and character should have been increased and encouraged. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam encouraged us to have good manners, and he said sallallahu alayhi wa sallam, I have been sent to perfect good character. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. In his reply sallallahu alayhi wa sallam to a question about what deed will most often be the cause to enter paradise, he said sallallahu alayhi wa sallam, taqwa of Allah
and good manners. Taqwa of Allah, taqwa Allahi wa husnu al-khuluq. Taqwa of Allah and good manners. Having taqwa of Allah is something between you and Allah, while good manners are something between you and other people. One of the greatest lessons we can take home in Ramadan is the importance to develop good character, good akhlaq. And as some scholars, some ulama say that the Ramadan is madrasa, is school. And the most important lesson that we can learn during the month of Ramadan is to develop our akhlaq, to make our akhlaq better than before. Ramadan teaches us that we should show patience, forgiveness, generosity, compassion, goodness, piety, hastening to good deeds, and cooperation for goodness and piety, among other manners. Hadith al-akhlaq, this is the good character that we can learn in the madrasa, in the school of Ramadan. Abu Darda, may Allah be pleased with him, narrated that the Prophet ﷺ said, nothing will be heavier on the day of judgment in the scale of the believer than good manners. أثقل الشيء على الميزان الذي يثقل الميزان للمؤمن هو الأخلاق الحسنة. On the other hand, a severe warning has come from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for the one who commits bad sin acts whilst they are fasting in Ramadan. Severe warning. And if you do bad things during the month of Ramadan, that means your Ramadan either is invalid or there is no ajr, there is no reward. Listen this hadith. قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Which means whoever does not give up bad speech and evil actions, Allah is not in need of his living, his food and his drink. Allah is not in need in his fasting, because the wisdom behind the fasting is to leave the bad things, is to increase your taqwa. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. During the month of Ramadan, the fasting Muslim should protect their fasting. The fasting Muslims should protect their fasting by safeguarding their tongue from participating into gossip and nonsense topics, as they protecting their belly from unlawful foods. You stop eating and drinking, also stop bad talking. Stop bad talking. The Prophet ﷺ said also, it may be that a fasting person attains nothing but hunger and thirsty for his fasting. Maybe there are someone who's fasting, but he haven't got anything else except hungry and thirst. Ramadan is a great opportunity of achieving self-discipline. Ramadan is a chance to show sympathy with Muslims and concern about their affairs. Ramadan is a chance to the one who harms his neighbors to change his behavior and develop good and positive habits. The Prophet ﷺ said, whoever believes in Allah and in the last day should treat his neighbors kind. Rawahu Muslim. Ramadan is a month not only when Muslims keep away from food and drink, but it's a month which we develop our taqwa, piety. The month of Ramadan is where we recharge our iman, our akhlaq, and all our good deeds for the entire year. My dear brothers and sisters in Islam, as we progress through this blessed month, let us continue to practice the good deeds and habits we learn from Ramadan, such as patience, forgiveness, good manners,
towards our neighbors and all the people. We should try to be the best ambassadors of Islam through displaying perfect manners and behaving as instructed and taught by our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide us to the best of saying and actions and manners. هذا وصلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين. صلوا على خاتم الرسل على خير البرية وأزكى البشرية محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض والشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر دينك. اللهم انصر من نصر دينك يا رب العالمين واخذل من خذل دينك يا الله يا كريم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا مستقيم واعتدلوا تقاربوا سدوا الفرج. Please straighten the line. جزاكم الله خير. Fill the gaps. أتموا الصف الأول فالأول. Always there is some spaces upstairs. Up home there is some spaces. جزاكم الله خير. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.